لا يصدق، غوارديولا ينفعل أمام الصحافة ويطرد رياض محرز من مانشستر سيتي. لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق الجزائري رياض محرز فضلا لسمرنا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. بعد المباراة المثيرة التي جمعت مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي مشتعل، نجح السيتيزنز اليوم بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي. وخرج غوارديولا بعد نهاية المباراة بتصريح صادم حيث قال: من المعروف أن مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد من أقوى المباريات في الدوري الإنجليزي، وتكون مباراة قوية ونارية، وتعرف هذه المباراة بديربي مانشستر، وهي من أشهر الديربيات في العالم. وهذا ما شاهدناه اليوم في الملعب، مباراة قوية ومثيرة، والجمهور كان متحمس لهذه المباراة الكبيرة. ثم سأله صحفي عن إمكانية رحيل رياض محرز واللاعبين الآخرين، وظهر غوارديولا غاضبا من هذا السؤال وقال: لاعبين عدة تلقوا عروضا كبيرة، برناردو سيلفا وغوندوغان سيجدد عقدهما، أما بالنسبة لمحرز فقد تلقى عرض من نيوكاسل يونايتد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وتحدث معي في الأمر، ومن المنتظر أن يرحل. ما رأيك فيما قاله بيب غوارديولا؟ ننتظر آراءكم في التعاليق.